سيارة تسير بلا قائد، ومشهد كوميدي صامت يقدم على أنغام شطر شعري حزين. مجموعة من المتضادات اجتمعت في مقاطع فيديو قدمها أبطال مجهولون قاموا بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، كهذا الذي يمتطي صهوة مركبته الضخمة، أو هذا الذي يرتشف قهوته على الأرض. وأن تستعد للاختبارات في هذه الأجواء فلتتنبأ بالعلامة الكاملة. سالم سعد من أطلق الرصاصة الأولى لسلسلة هذه الظاهرة، والذي لم يكن يتوقع بأن معايشته لخيال صديقه ستقود إلى هذا الصدى الكبير. يصح أنها فكرة حلوة، لكن ما توقعت تصل الشهرة هذه. كنت جالس أنا وأخوي مشاري فيصل المصرير عند البر في البر، وقال تخيل أن الحين في بحر ومع قارب ومجداف. قلت لا تخيل أخي، أجيبه لك. المهم أطلع منه وأركب الهلي وأمشي وأدق الموتور وأمشي وأخذ يحطبه وأرجع يعني مرة وأرجع وأحمس الموتور أحطه بواحد وخليه يمشي وأرجع عادي وأنط الصندوق وأجدف ومر عليه وقال يا إني منبهر يعني. قال ما شاء الله. قلت شوف هذا القارب وهذا المجداف، شفت البحر بحرنا. تغير مجرى هذه المقاطع من أن تكون للبطل الواحد إلى مشاركة أكثر من شخصية في القيام بالأدوار، كهؤلاء الذين يمارسون هوايتهم الرياضية على ملعبهم المفضل، وهذا العريس الذي زف في الهواء الطلق، بينما يشاطرهم هؤلاء لحلاقة صاحبهم تحت السماء. حتى الأطفال قالوا نحن هنا. المصادفة الغريبة في هذه المقاطع أنها جمعت صديقين يقيمان في حي واحد، أحدهما من جمعها وقام بنشرها في مواقع التواصل، والآخر هو شاعر الشطر الشعري الذي كان رابطا مشتركا فيها. القصيدة هذه هي قصيدة عاطفية، والقصيدة هذه سويتها يمكن قبل فترة، يمكن قبل 3 أشهر. متى شلت الشيلة دي؟ يمكن قبل شهر أنا شلت على اللحن ده، ويوم شلتها نزلت منها مقطع في حسابي وفي اليوتيوب، ولا توقعت يصير لها صدى بالصدى هذا. في البداية أعجبني مقطع اللي هو صاحب الهايلكس اللي استعمل الهايلكس كزورق ومعاه زي العصا ويجدف مع دمجه للشيلة. بعدها نزل مقطعين، فشفت أن الفكرة جديدة وفكرة ممتازة. توقعت أنها تنتشر، بس ما هو يعني الانتشار الرهيب الحين. استندت هذه المقاطع على أعمدة الدراما الثلاثية ما بين كوميديا وتراجيديا ومونودراما، مما مكنها النفوذ من هذه الصحراء إلى ما وراء المحيطات. بعد وصولها إلى المجتمعات المتقدمة، أوروبية كانت أو أمريكية. اخواني السعوديين كفو والله، حبيت اقول لكم انكم وصلتوا امريكا. يا ابو سعد اكبر دليل الماده اللي انت بتشوفها الحين. ينظر رجل العتيبي مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الرياض تجاه هذه المشاهد بنظرة فنية بحتة. احنا في زمن الان اصبح الانسان ممكن يعد الماده وينتجها طبعا بنفسه، يعني هو المدير العام، هو مدير الانتاج، هو البروديوسر، هو كل شيء، وبالتالي ينتج. كوميديا السياره نشوف تداول بالملايين، اكيد فيها شيء، لابد يكون فيها سر، لو ما فيها سر مستحيل انها تتداول اطلاقا. يعني سر فني، سر عمليه طبعا مونتاج معينه، عمليه طبعا فكره، يعني فيها اسرار اكيد. انا اتوقع ان ادوات النقد الثقافي هي قادره على انها طبعا تلامس شيء من هذا القبيل. ساعد الإعلام الجديد على احتواء وتقديم الكم الهائل من الأفكار والمواهب التي قدمت من خلالها لأن يراها الناس في قالب ساخر يحوي أفكاراً إبداعية. مقطع السيارة البسيط اللي يمشي في قارب ويبدأ من اليمين وينتهي في اليسار، أنا أعتقد أنه أكبر تهديد للمؤسسات التقليدية الحكومية. الدليل هذه الملايين اللي تابعت هذا الشخص،
وما في ملايين تابعت أي أعمال حكومية طبعا تنتجها تبع الجمعيات أو ما لها علاقة بالإعلام المرئي تحديدا. يعني الناس اللي أنتجوا كوميديا السيارة لو راحوا بينتجوا نفس العمل أو عمل مشابه في إعلام تقليدي ما راح ينجحون. بيئتهم الحقيقية هي في الإعلام الاجتماعي، وأعتقد هذا الإعلام هو اللي يكون لها الكلمة في نهاية الأمر. يتضح في جملة هذه المقاطع روحاً فكاهية لأبناء المجتمع السعودي ليقدموا أوراق اعتمادهم لإجادة أسلوب النكتة، إلا أن العواقب أحياناً قد لا تكون حميدة. يوسف الغنامي، MBC، الرياض.